الشريك وجمال الشريك من أمتع وأحلى وأسهل المعجنات اللي تقدري إن انتي تشتغلي فيها، وازاي يطلع معاكي هش وقطني وبطريقة حلوة جدا جدا وبمقادير مظبوطة. شايفين ما شاء الله هش جدا جدا، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بقى بينا ندخل على المقادير على طول ونشوف معانا ايه. هاشتغل بنص كيلو من الدقيق. تمام، معايا كوباية من الحليب بس مش هاحطها كلها في العجان، هاحط كوباية إلا ربع بس من اللبن الدافي، ولو احتجت تاني هاحط وأنا شغالة. نص كوباية من السكر الحبيبات، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وضروري زي ما قلتلك اللبن يكون دافي علشان خاطر الخميرة تتفاعل معاه. بندوبهم مع بعض لحد ما تحسي كده ان في فقاقيع على الوش، يبقى كده خلاص الخميرة بتاعتنا شغالة وكله تمام وزي الفل. هنجيب تلت كوباية من الزيت، تقدري تستخدميها سمنة، تقدري تستخدميها زبدة زي ما انت عايزة. هندوبهم مع بعض كويس، وهنا معايا 2 بيضات. تمام، هحط بيضة وبياض بيضة، والصفار التاني هنسيبه للوش، يعني هنركنه للوش، يعني دي بيضة وبياض بيضة، يبقى نص كيلو بياخد بيضتين، 2 بيضة يعني. وهنحط عليهم باكت من الفانيليا، ولو هتستخدمي كيلو من العجين، يعني لو هتعملي كيلو هتحطي 2 باكت من الفانيليا، لكن انا مستخدمة نص باكت واحد بس علشان ده نص كيلو من الدقيق. قلبت المكونات لحد ما كلها كده اندمجت مع بعضيها، وجبت نص كيلو من الدقيق، وكنت نخلة الدقيق بتاعي ده، يعني تنخليه علشان العجينة تطلع معاكي هشة وحلوة كمان. رشة صغيرة خالص من الملح، وهشغل على العجينة دي لحد ما اخد عجينة طرية على قد ما تقدري. كل ما هتطريها كل ما هتطلع معاكي نتيجة كويسة. طبعا العجينة دي خدت معايا بالظبط كوباية الا ربع من اللبن. يعني بصي عايزة اقولك ده بيبقى على حسب نوعية الدقيق، ممكن تاخد معاكي كوباية كلها، ممكن تاخد اقل من كوباية الا ربع، ممكن تاخد معاكي كوباية الا ربع زي ما خدت معايا. فبيبقى على حسب نوع الدقيق، فبتحطي السوائل بتاعتك واحدة واحدة. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ ما شاء الله، عرقها عامل ازاي وقد ايه طرية كده، وتحسي ان هي ملبن كده تحت ايديكي. لو هتعجني على ايدك يبقى تاخدي نفس العجينة كده، يعني لا يقل عن ربع ساعة او تلت ساعة عجن على ايديك. هنا كانت العجينة خلاص مش محتاجة حاجة غير انها تتعجن شوية حلوين وخلاص على كده. وده بيكون قوامها، قوام ملزق كده ما تقدرش ان انت تتحكمي فيه ما بين ايديكي. حبيت ان انا اطلعهولك واوريهولك برضو عامل ازاي، علشان خاطر لو اول مرة بتعمليه، او حابة ان هو يبقى هش معاكي وطري زي ما حضرتك شفتيه كده في اول الفيديو. رشيت رشة زيت صغيرة خالص على ايدي، ولميت بيها العجينة علشان خاطر العجينة ما تفضلش تلزق، ان انت تقدري ان انت تتحكمي فيها. فنقطة الزيت دي او رشة الزيت دي بتخليكي ان انت تمسكيها كده بكل سهولة. هلمها بقى وهحطها في البولة، وهنا مش هسيبها تخمر خمر كامل، بما اننا حاطين بقى سكر كتير وحاطين بيض، فالعجينة بتبقى تقيلة فما بتخمرش الا بعد مدة طويلة، يعني بتاخد وقت معاكي. فباسيبها تخمر نص خمر كده، وبعد كده باشتغل فيها، لإن كده كده هتخمر للمرة التانية. دهنة زيت أو رشة زيت في الطبق اللي هتخمري فيه، وبتغلفي بيه العجينة، وبعد كده بكيس تلاجة نضيف أو stretch wrap، وبتغطي العجينة دي كويس قوي، ومن فوقيها فوطة، وبنسيبها بقى ترتاح نص ساعة أقل على حسب درجة حرارة المطبخ عندك. هنا صفار البيضة لازم تغطيه علشان ما ينشفش معاكي. بعد نص ساعة رجعت العجينة كانت ارتاحت، وقدرت ان انا اشتغل فيها بكل سهولة، بحيث ان هي متبقاش عاملة زي الاستك ان انت تيجي تتحكمي فيها او تفرديها، تبقى عاملة بالظبط زي الاستك تكش معاكي. لو لقيتيها كده بتسيبيها ترتاح كمان شوية، نزليها بقى على الرخامة او بتسيبيها في الطبق زي ما هي، وبعد كده بنبدأ ان احنا نشكلها. انا عملت هنا كل كورة كنت عاملاها 50 جرام، تقدري تعمليها 40، تقدري تعمليها 60، بس ما تكبريش قوي في الشريك، لان كده كده في مادة رافعة كتير، خميرة وفي بيض، فحجمه بيتضاعف معاكي. علشان كده كنت عاملة كل واحدة 50 جرام. عملوا معايا بالظبط حوالي 19 واحدة. بتشكليها وتخلي السطح بتاعها ناعم قوي قوي على قد ما تقدري، علشان خاطر بعد كده يبقى شكل الشريك في الاخر شكله كده منتظم، ومفيهوش شقوق من على الوش او فيه تشققات من على الوش.
وانتي شغالة بتغطي العجين بتاعك بكيس تلاجة نضيف علشان خاطر برضه ما يعملش قشرة من على الوش وفي الآخر تغلبك وانتي شغالة وبيبقى شكلها مش حلو في الآخر. النهاردة هنشكل أسهل وأسرع طريقة للشريك، يعني سهلة جدا جدا. بعد بقى ما كورتهم كلهم كده وغطيتهم كويس قوي، جبت الصاج اللي أنا هشتغل فيه دهنته دهنة بسيطة خالص من الزبدة. دهنة الزبدة دي أو دهنة السمنة الخفيفة أو دهنة الزيت بتسهل عليكي إن انتي تقدري إن انتي ترفعي الشريك وتشوفي تسويته من تحت عاملة ازاي وانتي بتشغلة يعني أو وانتي بتسوي، وكمان بتديله طعم حلو قوي قوي. بنبدأ بقى إن احنا نلفها رول بالشكل ده بالراحة خالص كده وما بتضغطيش قوي، يعني إن انتي بس بتشكليها تخليها متساوية كده وتخلي السطح بتاعها أملس وناعم، وبعد كده بتلفيها بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. مفيش أحلى ولا أسهل من كده. بعد ما بنلفها بنيجي على الطرف الأخير بالشكل ده وبنضغط عليه وبنتنيه تحت الشريك، علشان لو سبتيه جنبيها أو ما تنتهوش كويس تحتيها بيفتح معاكي في التخمير وفي التسوية وبيبقى شكله مش حلو. تمام، فلازم نقفلها كده ونظبطها وبتبقى معانا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. على طول بنرصها في الصاج، وانتي بترصي في الصاج بتبعدي ما بين كل واحدة والتانية لأن حجمه بيتضاعف جامد لما بيدخل الفرن، فبنتفادى حاجة زي دي علشان خاطر ما يلزقش في بعضه. نعمل واحدة بقى كمان على السريع، بتضغطي كده بكف ايديكي تضغطي لحد ما بتوصلي للطول المناسب، وبعد كده بتلفيها بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. ما تلفيش، ما تخليش اللفات فوق بعضيها، خليها جنب بعضيها بالشكل ده علشان في الاخر يطلع شكلها حلو معاكي. بنخلص كل الكمية سواء خدت معاكي بقى صاجين او صاج على حسب حجم الفرن بتاعك او حسب السخان اللي عندك، وبتبدأي ان انت تسيبيها تخمر. يعني اول مرة بقى سيبناها ان هي ترتاح مش اكتر من كده، يعني نص ساعة راحة بس مش اكتر. تاني مرة بقى لازم تسيبيها تخمر براحتها خالص. بنغطيهم ونسيبهم بقى. تمام، يعني ده التخمير بيرجع لحسب درجة الحرارة عندك غير عندي، فممكن يقعد نص ساعة، ممكن يقعد ساعة، ممكن يقعد ساعة الا ربع. اول ما حجمه متضاعف بالشكل اللي انت شايفاه ده، على طول بنجيب صفار البيضة اللي احنا ركناها في جنب وعليها 4 معالق من الحليب وباكت من الفانيليا. بقى احنا كده حطينا باكت في العجينة وباكت على الخلطة اللي احنا بندهن بيها الوش. بتدهنيه بالراحة خالص وبنيجي بقى على الوش شوية سكر كده خشنين وبنوزعهم على الوش بالشكل ده. السكر ما بيجرالوش اي حاجة، زي ما بيدخل زي ما بيطلع بالظبط. لو مش حابة خطوة السكر دي استغنى عنها، مفيش اي مشكلة. في ناس بتحط فيه زبيب، في ناس بقى بتحب تدلع فيه شوية مكسرات، بس احنا عاملينه بسيط النهاردة كده وسهل تقدري انتي تعمليه بكل سهولة. معلقة كبيرة من الزبدة وبدهن الوش بتاعه أول ما بيطلع على طول من الفرن. هو كده كده بيطلع من الفرن طري مش ناشف، العجينة دي بتطلع طرية. فبندهن بقى دهنة كده من الزبدة، ممكن سمنة بلدي، ممكن عسل نحل، ممكن شربات حلويات تقيل. أي حاجة عندك عايزة تدهنيها على الوش دهنيها. حابة ان انت تسيبيه من غير دهان خالص يبقى تمام وزي الفل، مفيش أي مشكلة. بس معلقة الزبدة دي بتغير طعمه وبتوديه في حتة تانية، حاجة كده في منتهى الجمال. نتكلم على التسوية شوية علشان في ناس كتير بيتحرق منها في الفرن وياخد لون غامق قوي. انتي بتسخني الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 أو 250، بتحطي الشبكة تحت خالص خالص. تمام، بتسخني الفرن بقى حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. بتحطي الصاج بتاعك، أول ما بيلون معاكي من تحت كده بيلون ذهبي خفيف، بتقومي جاية رافعة الشبكة في النص ومولعة عليها الشواية. كل شوية كده بتدوري الصاج بتاعك علشان خاطر ياخد لون موحد على قد ما تقدري. المعجنات اللي بيكون فيها سكر كتير وبيض كتير بتاخد لون بسرعة، فعلشان كده بتخلي بالك قوي قوي من التسوية، يعني خليكي واقفة جنبه لأنه ما بياخدش وقت في الفرن. ما شاء الله تبارك الله، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ حاجة كده في منتهى الجمال، تحفة جدا. اتمنى من كل قلبي ان انت تجربيها وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله اللي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو اول مرة بتشوفيني، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش لايك للفيديو، متنسيش تعليق من ايديك الحلوين. ان شاء الله باذن الله هسيبلك المقادير كلها في صندوق الوصف علشان لو حابه ان انتي تطبقي الوصفه بتاعت النهارده.
طبعًا ناس كتير بتحب إن هي تعمل الشريك ده في شم النسيم، حبيت إن أنا أعمله معاكم، يعني إحنا عملناه كذا مرّة على القناة، بس حبيت إن أنا أعمله معاكم تاني عشان لو حابة إن أنتِ تعمليه. لو حابة إن أنتِ تحفظيه أو تسيبيه بقى كده ما تسيبيهوش منه للهوا، لازم تحطيه في أكياس تلاجة نضيفة وتقفلي عليه كويس أوي علشان ما ينشفش معاكِ. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهارده، أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.